العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نستهلها كالعادة بالعناوين. إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا اليوم. الأنشطة التوعوية الصحية في حقات تحقق نتائج مرضية. مديرية قلعلو تشهد نفير واسع لحماية التربة والمياه. بكين تكشف عن تدريبات جوية لتنفيذ عمليات واسعة النطاق. التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة مشروع الدستور الجديد. اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاما مواصلا منحاه التنازلي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا من إنتاج جرمان وعدغية، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,157، شفي منهم 10,050 وتوفي 103 مريضا، فيما يتلقى 4 مرضى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 5 سبتمبر 2022. أفاد سكان مديرية حقات أن أنشطة التوعية الصحية الجارية ظلت تحقق نتائجا مرضية. وأوضح سكان عتفاكا أن المؤسسة الصحية التي أرسلت في المنطقة لا زالت تقدم الخدمات عن قرب وتقوم بالتوعية الصحية فيما يتعلق بالأمراض المعدية وغير المعدية. وقال مسؤول عيادة عتفاكاي ممرض الولادة سمؤان جبري يوحنس إن الكادر الصحي يقدم يوميا المعلومات حول استخدام الدواء وأسباب وتأثير الأمراض المعدية وغير المعدية وأهمية ضمان نظافة البيئة. وأشار إلى ارتفاع نسبة رعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال، موضحا بأن إصحاح البيئة بلغت في ضاحية عتفاكا نسبة أكثر من 93%. ودعا مع غزارة الأمطار استخدام المواطنين للناموسيات لمكافحة الملاريا ومراجعة الحوامل للمؤسسات الصحية والولادة بدعم المهنيين الصحيين. يقوم سكان ضاحية بدة وقلعلو في مديرية قلعلو بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه، يشاركوا في العمل الذي يشمل بناء وصيانة الحواجز المائية نحو 800 شخصا. وأشاد مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم أثناء تفقده الأعمال الجارية بالنفير ونتائجه الإنجازات المحققة داعيا للدفع بها قدما. وأكد المشاركون في النفير على مواصلة العمل القوي لإنجاح البرنامج، منادين لحل نواقص البذور وغيرها. عقدت الشرطة الإريترية سيمينارات للشعب يومي 1 و4 سبتمبر في مديريتي أخريا وأباشاول في الإقليم الأوسط حول مكافحة الجريمة والمخالفات. ودعا قائد الشرطة أو مركز الشرطة الثالث في الإقليم الأوسط النقيب سلمون أبرهة في اللقاءات إجراء الأسر نقاشات مفتوحة لتعزيز دور الشعب لمكافحة الجريمة والمخالفات وبذل أولياء الأمور الجهد لتوجيه أبنائهم بالقيم السمحة. وأوضح الدور الكبير للعلاقة الوثيقة للشرطة مع شركائها وتقديم الشعب معلومات سريعة للشرطة لضمان السلامة والأمن، مؤكدا بأن مهام الشرطة لا يمكن إنجازها بفعالية دون تعاون الشعب. وقدم شرحا مصحوبا بالأرقام عن الجرائم والمخالفات والحوادث المرورية في الأشهر الستة الأولى من السنة. وقالت مدير مديرية أخرى السيدة ليا بركة أبه أن أنشطة الشرطة هي لمصلحة الشعب ويجب على المواطنين المشاركة الواعية لإنجاح مهامها. وأشاد المشاركون في السيمينارات بالمعلومات التوعوية المقدمة التي تسهم في معرفة القانون ومكافحة الجريمة. يغطي المركز الثالث مديريات أخريا وبشاول و4 أسمرة.
يقوم سكان غردات بنفير نظافة لمكافحة الأمراض المعدية وإصحاح البيئة، ويشمل العمل الجاري بتعاون خبراء الصحة والزراعة حماية التربة والمياه ودفن البرك وأماكن توالد البعوض. وشكر منظمو النفير للدعم الآلي الذي تقدمه شركة السكن للإنشاءات. أحدثت الأمطار الغزيرة التي هطلت في حلحل وعدايت في مدينة أرعتا ومبرا وأفنبا في مدينة وسط دنكاليا الأضرار في الممتلكات والمواشي، وجرفت السيول أكثر من 300 رأس من المواشي في مبرا وأفنبا و62 رأسا من المواشي في حلحل وعدايت وانهيار 180 منزلا. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. أفادت الإذاعة العسكرية الصينية بأن سلاح الجو في المسرح الجنوبي نظم مؤخرا تدريبات على هجوم بالذخيرة الحية في بحر جنوب الصين، وذلك وسط توترات مستمرة في مضيق تايوان. وقالت إن التدريبات استخدمت فيها مقاتلات متعددة الأنواع لتنفيذ عمليات واسعة النطاق بأنواع متعددة من القنابل للتدريب على الهجوم على أهداف بحرية أرضية وتحسين القدرة القتالية للوحدة بشكل فعال. وكانت القوات الصينية نفذت الشهر الماضي مناورات وصفت بأنها الأكبر قرب تايوان، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه. من جهتها قالت وزارة الدفاع التايواني أنها رصدت 5 سفن و7 طائرات صينية حول المنطقة المحيطة بالجزيرة، كما رصدت تحليق 3 طائرات في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان. وقال حساب الوزارة في تويتر إن الجيش التايواني نشر أجهزة تشويش مضادة للطائرات المسيرة وأعطى إذنا لجنوده بإطلاق طلقات تحذيرية كإجراء مضاد. رفض تشيليون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال ذلك الموروث من عهد ديكتاتورية أغسطو بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات. وقال نحو 62.2% من الناخبين إنهم يرفضون اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة خصوصا في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاد، في مقابل 37.8% أيدوا الاقتراح بحسب الهيئة الانتخابية. ونص مشروع الدستور الجديد خصوصا على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق. وكان الرئيس اليساري جابرييل بوريك أحد أوائل المقترعين مع والده وشقيقه في مدينة بونتا أريناس في أقصى جنوب البلاد قبالة مضيق ماجلان. تدنى سعر اليورو تحت 0.99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. وتراجع اليورو بنسبة 0.70% إلى 0.98 دولار، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة مقابل العملة الأمريكية. وأعلنت غازبروم أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 التي كان من المقرر استئنافها بعد عملية صيانة تتوقف بالكامل إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا. وتزامن ذلك مع إعلان وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات طعن في منطقتين نائتين في كندا حسب ما ذكرت الشرطة، التي باشرت عملية مطاردة في 3 مقاطعات بحثا عن شخصين مشتبه بهما. وأضافت أن عددا من الضحايا الآخرين جرحوا، بينهم 15 نقلوا حتى الآن إلى مستشفيات مختلفة، موضحة أن الشرطة تبحث عن مشتبه بهما وتقوم بالتحقيق في مسارح الجريمة. ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي بأنه مروع ومفجع. وفي بادئ الأمر جرى الإبلاغ عن المشتبه بهما في ريجينيا عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان، والواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الجنوب. ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا اليوم. الأنشطة التوعية الصحية في حلقات تحقق نتائج مرضية. مديرية قلعلو تشهد نفيرا واسعا لحماية التربة والمياه. بكين تكشف عن تدريبات جوية لتنفيذ عمليات واسعة النطاق. التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة مشروع الدستور الجديد. واليورو يهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاما، مواصلا منحاه التنازلي. انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله. إرشادات